أيها المسلمون، أخبرنا صلى الله عليه وسلم أن من حافظ على الجماعة في المسجد عاش بخير ومات بخير، وكان من ذنوبه كيوم ولدته. ومن فوائدها تكفير الخطايا. يقول صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط. ومن فوائدها أن الله يجعل للمؤديها في المسجد نورا يهتدي به يوم القيامة، نورا يهتدي به يوم القيامة في ذلك الموقف العظيم، ويمضي به على الصراط آمنا مطمئنا. فإنه في هذه الدنيا سعى إلى المسجد وتجشم المشقة، فيوم القيامة يكون سعيه مشكورا برحمة الله. فيا أخي المسلم، تسعى في هذه الدنيا في أداء الصلاة والتردد على المسجد، وسوف ترى آثاره، نورا يسعى بين يديك عندما يؤمر بالمرور على الصراط في تلك المواقف العصيبة والكربات الشديدة. وإن محافظتك على المسجد نورا يكون لك يوم القيامة بإخبار الصادق المصدوق. يقول صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وسوقه 25 درجة، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرج الصلاة. أخي المسلم، ثم اسمع إلى ما جاء في العشاء، إلى ما جاء في صلاة العشاء والفجر من الفضل. قال عبد الرحمن ابن أبي عمرو: دخل عثمان رضي الله عنه المسجد فبقي وحده، فجئت فدخلت فأتيته فقال: يا ابن أخي، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله.